مين هو أندرو تيد؟ ليش دخل السجن؟ وكيف وصل لهذا المستوى من الشهرة؟ شو سبب كره الفيمينست له؟ كل هذا رح نحكيه بهذا الفيديو. أندرو تيد انولد بعام 1986 بالعاصمة نفسها واشنطن بالولايات المتحدة الأمريكية. بعد سنتين انولد أخوه تريستن. عائلة أندرو تيد مكونة من 5 أشخاص. أبوه لأندرو تيد أصله أفريقي ولاعب شطرنج دولي محترف جدا بهاي اللعبة. واندرو تيد تعلم لعبة الشطرنج بعمر صغير كتير، لما كان عمره 5 سنين حرفيا كان محترف، حتى منه هو طفل كان ينافس اشخاص كبار بهاي اللعبة، وحصل على كتير جوائز بهاي اللعبة لانه كان يدخل بطولات. كمان ابوه لاندرو تيد كان ملاكم. بعد عدة سنوات ابوه وامه لاندرو تيد انفصلوا عن بعض، واندرو واخوه قرروا يروحوا مع امه على انجلترا وتركوا ابوه بامريكا. فاندرو تيد بعد ما تركوا ابوه هون حس بفراغ كبير وراح شغفه للعبة الشطرنج. فهون ما ترك ابوه وراح احد اهم الاشخاص بحياته، قرر انه يتجه للرياضة ويتدرب على الكيك بوكسينج من عمر صغير، وهو لسه كان تقريبا ما واعي، ساعته طفل كان. وبعام 2001 بدأ أندرو تيد بالكيك بوكسينج وصار لاعب كيك بوكسينج بعمره ال 15 سنة. فأبوه لأنه لما كان صغير هو ما عوده على الشغلات الملهية، فصار يتدرب 7 مرات بالأسبوع على الكيك بوكسينج، فصار لاعب محترف جدا بهاي اللعبة. وبعمر ال 17 خاض أول مبارياته بلعبة الام ام اي وفاز فيها، وصار يتطور شوي شوي وصار مسيرته تتصاعد ويكبر وينشهر أكتر. لكن ما فيني أقول لكم إنه هو شخص يعني كان طريقه سهل، لأنه أخوه قال كان يروح على الكي اف سي وياخذ بقايا الأكل من طلبات الزبون وياكلوها حتى ياخذوا احتياجهم من البروتين. اندرو تيد بسبب ارادته واصراره القوي فاز ب4 بطولات عالمية بالكيك بوكسينج، يعني اصبح بطل العالم 4 مرات. بدأ هون بكسب الاموال، كان بكل مباراة يحصل 75 الف دولار. انت بتقول مبلغ كبير، نعم هو مبلغ كويس ممتاز، بس لو انت عم تلعب مباراة كل اسبوع مثلا، اوكي كل شهر ممكن، نعم. كان قاتل مرتين بالسنة فقط بهي اللعبة، فهذا الشيء كان جدا صعب. اغلب المصاري اللي عم ياخذها كانت عم تروح على اهتمام بالاكل والتمرين وللكوتش تبعه، هيك ما راح يكفي هذا المبلغ. كان يبقى معه تقريبا بين ال5 ل4000 دولار. وغير هذا الشيء كان هو ينصاب، كان يجي اصابات، فهي الاصابات تحتاج علاج، تحتاج مصاري عشان تعالجها. فاجا بيوم قال انا عم بتدرب 7 ساعات باليوم، قرر انه يوظف هاي الساعات بشيء تاني، انه ليش ما بيروح وقته هذا ال7 ساعات بالتدريب على شيء افضل منه مشان يطلع ارباح اكثر. فهون اندرو تيت قرر انه يشوف شيء يساعده انه على تحقيق الثراء، يربح مبالغ كبيرة ويصير غني فورا. ما لقى شيء غير صديقاته ال4، واللي كل وحدة منهم من دولة معينة. بعد تفكير ل3 ايام تقريبا كان يبحث في مواقع الانترنت، فجأة ظهر له احد اعلانات الويب كام. يعني ما بيعرف شو هذا الموقع. هذا الموقع انت بتروح بتلاقي عليه بنات اعوذ بالله يعني بيعملوا شغلات مو كويسة ابدا، تدفع لهم انت مبلغ مادي مقابل هذا الشيء. فهون اندرو تيت جته الفكرة، قال ليش انا ما بعمل هيك، خلي صديقاتي يطلعوا على البثوث واعطيهم نسبة مقابل هذا الشيء وانا باخذ الباقي لإلي. هون واجه مشكلة اندرو تيد، لازم يخبر ال4. هدول ال4 ما بيعرفوا انه كل وحدة بيخونها مع الثانية، كان بعلاقة مع 4 بنات. هون قرر انه يدق لهم ويقول لهم تعالوا، قرر انه يعترف لهم انا كنت خون كل وحدة منكم مع الثانية، ما كانوا بيعرفوا يعني. قرر انه يخبرهم بهذا الشيء. بعدها قال لهم عندي فكرة راح نكسب منها كلياتنا. ففي بنتين منهم بعد ما سمعوا انه كان عم يخونهم قرروا انه يتركوه. في تنتين ضلوا معه قرروا يستمعوا لشو بده يقول. فقال لهم الشغل هو انه اشتري حواسيب كاميرات، حتصوروا انتم بهذا الموقع وتطلعوا للشباب ونكسب الاموال عن طريق هذا الشيء، يعني عن طريق تبرعات المتابعين. هني بيشتروا لها مثلا اعملي هيك مقابل مبلغ كذا بتعمل هي. هدول البنات قبلوا هذا الشيء، وبلش هون اندرو تيد يطالع مبالغ كويسه، صار يجيب بنات اكثر. بعدين صار يطالع مبلغ ممتاز باليوم بين 3000 ل 4000 دولار. هون قرروا انه يطوروا من حالهم، يعني لازم يطالعوا مبالغ اكبر من هيك. وبعدين صار عندهم 75 بنت. هون قرر اندرو تيد انه يجيب اخوه معه عشان يساعده بالمشروع. بعدين صار عندهم 4 بيوت كلها بنات عم تشتغل بهذا الشيء. وبعدين صاروا يطالعوا 500 ألف دولار بالشهر، وصار عندهم محاسب وكل شيء منظم بطريقة احترافية. ولكن بيوم من الأيام فجأة بتجي الشرطة عليه بتهمة الاعتداء في بنت عندهم. فشو اللي صار؟ هل اعتدى عليها؟ طبعا هي كانت شاربة كثير بليلة من الليالي وراجعت على التخت تبعها. هون اندرو اجا وقال لها نطفي تختك نطفي مكانك، ولكن هي رفضت هذا الشيء. ولكن اندرو تيد هون مسكها وطردها برا البيت وتركها يعني، وراحت اشتكت عليه بتهمة الاعتداء. وبعد سنتين بالسجن اندرو لقى حل المشكلة وطلع بغرامة مالية. بعدها قال خليني سافر على رومانيا، لانه لندن هون فيها كثير فيمينست، وبرومانيا بيقدر يتحكم اكثر بالبنات. هونيك لندن لقاها ما هي مناسبة لعمله، فهونيك
لرومانيا كمان هو كان مشهور فيها مسبقا لانه كان يلعب فيها مباريات هنيك. بعد وصوله لرومانيا قرر انه يترك العمل تبعه هذا بالويب كام. بعدها قرر انه يصير معلق على مباريات الملاكمة. فالمباريات اللي كان يعلق عليها كان بالحلبة في اسم لكازينو، كانت هاي المنطقة هي بتعلن للكازينو هذا. هون اندرو تيت اجته فكرة انه يتعاون مع هدول الاشخاص صاحبين الكازينو. فهون قرر اندرو تيت انه يشترك بمشروع الكازينو هذا لانه في فرصة كبيرة له انه يطالع مبالغ كويسة. ولكن لما راح لصاحبين الكازينو اللي عندهم اكثر من 400 كازينو باوروبا وبيطالعوا 18 مليون دولار باليوم، فراح لعندهم وقال لهم انا بدي اشترك معكم بهذا المشروع. هن 3 اشخاص كانوا ولكن رفضوا هذا الشيء، قالوا نحن ما بنحتاجك. هون اندرو شافهم مو مهتمين فيه، قرر ترك هذا الشيء لوقت تاني. فبعد كم سنة خطرت ببال اندرو تيت فكرة اسطورية، راح لعندهم وقال لهم انا بدي اشترك معكم، بدي افتح كازينو حد اكبر منافس لإلكن وهن بيعطوه اسمهم، ولكن هو صاحب الكازينو. فهم وافقوا على هذا الشيء لانه رح يكسبوا كلياتهم بهذا الوضع، لانه باسمهم هن رح ينافس اكبر منافس لإلهم. فهون صاحبين الكازينو عجبتهم الفكره ووافقوا عليها. وبعدين بدا اندرو المشروع هذا. هون كان في حدهم ستاربكس. فهون خطرت فكره ذكيه عند اندرو تيت انه يحط قهوه مجانا امام الكازينو. الاشخاص اللي كانوا يجوا ستاربكس صاروا يجوا لعنده يشتروا قهوه مجانا ويفوتوا على الكازينو. صار يكسب زبون للكازينو كتير. وحط شخص يبيع القهوه، كانت بنت، بنت حلوه كتير عشان يجيب زبون اكتر للكازينو. كانت هاي البنت تشتغل على القهوه برا، توزع قهوه مجانيه للزبون اللي يجوا. وبعدها صار يعمل نفس الفكره وفتح اكثر من 15 كازينو نفس الفكره. صار يطالع ملايين الدولارات كل شهر. كان كل شيء ظابط 100% لحد ما اجى فيروس كورونا. وهون تعطل كل شيء عن العمل، زي ما عاد شغال، ما عاد يجي زبون، كل شيء تسكر. هون قرر انه يشتغل بمجال العملات. بدأ بهذا المشروع ب 600 ألف دولار تقريبا. بعدها طالع منه 7 مليون دولار. بعدها اشترى سيارة بوغاتي. ومن خلال فترة الحجر الصحي قرر انه يدخل بمجال السوشيال ميديا، وكل برنامج بودكاست كان يروح عليه. فتح قناة يوتيوب وصار يشتغل على حساب الانستا اللي عنده. فهو كان دائما اي شيء بالسوشيال ميديا صار يشتغل عليه. وشاف لما صار انه يحكي كلام يصير الجدل يجي تفاعل قوي، فهون صار يشتغل على هذا الاساس. صار كل مرة يصير الجدل ويجيه تفاعل. صار بعدين عنده شهرة كتير، صار مشهور بكل مكان. فهون تساءل اندرو تيت كيف بدي استغل هذا الشيء انه طالع منه مصاري كتير. هون قرر، اجت على باله فكرة انه يعمل كورس يحكي فيه مثلا عن حياته ويعلمهم كيف يصيروا مثله، مثلا يطور من شخصياتهم. فهذا الكورس كان ب$50. ولكن هدفه الحقيقي لاندرو تيت من هذا الكورس كان هو الافلييت ماركتينج. مثلا انا عملت رابط احالة، فانت لما تدخل عليه، لما انت تعلن لهذا الرابط، تجيك انت نصف القيمة اللي بتجيني لإلي. مثلا انت بعت 100 شخص، سعر الكورس $50، 100 شخص $5000 راح تجيني، راح تجيك انت نص هذا الشيء لانك اعلنت انت للكورس. هون صارت كل العالم تنشر بالتيك توك وانستغرام، تنشر رابط الحالة تبع اندرو تيت. صار مشهور بكل مكان اندرو تيت. هي الطريقة انشهر كتير، صار يطالع مبالغ جدا ضخمة. فعلا اندرو تيت شخص جدا ذكي وعبقري. بعدين اندرو طلع بموضوع وحكاه، قال انه الرجل بيحق له يخون مرته عادي مع اي بنت، اما هي ما بصير تخونه ابدا. هون في ناس صاروا يكرهوه كتير. اندرو تيت كان يحكي كتير عن الاسلام، وقال اذا في ديانة بدي اعتنقها هي راح تكون الاسلام. وفعلا باكتوبر 2022 نزل فيديو على حسابه انه اعتنق الاسلام. فهون اندرو صار يجيه كتير انتقادات من الغرب وحتى من المسلمين بسبب ماضيه. بعدها صار يحكي مواضيع ما تعجب الغرب ابدا، كانوا يقولوا عن مواضيع عنصريه، خاصه الفيمينست كانوا يكرهوه كتير. هون قرروا انه يبلغوا عنه كل حساباته ويسكروا له اياهم. بعدين شو صار بعد كل هذا الشيء؟ انه اندرو تيت قرر الذهاب لدبي ويستقر هنيك. بعدها صار يعمل بثوث على منصه رامبل. هاي المنصه بحق لك حريه التعبير بكل صراحه، ما راح تاخذ لا باند وما راح تاخذ حظر ولا شيء، يعني بتقدر فيها تحكي وتعبر عن رايك باي شيء بدك اياه بدون ما تاخذ حظر. بعدها ايلون ماسك قرر انه يشتري تويتر، وقال انه فينه اي شخص يعبر عن رايه بكل صراحه بدون حظر، يحكي اللي بدك اياه. قرر اندرو انه يرجع على منصه تويتر. بعدها اجت عليه كتير تهم. من احد التهم انه رجع يستغل البنات ويشتغل بالويب كام. بعدين اجوا اعتقلوه. قبل اعتقاله كان يقول انه راح يحاولوا اسكاته وقتله. اثناء اعتقاله قال امسكتني الماتريكس. هاي الماتريكس هي منظمة بتحاول تتحكم بالعالم مثل الماسونية يعني. والماتريكس هي خطتها انه حكومات العالم هي بتخلينا كلياتنا عبارة عن موظفين، يعني همنا فقط انه نشتغل وننام فقط. فهدول هم الماتريكس. واندرو كان عنده 3 نظريات حول حياته. الاولى انه راح يحاولوا يحظروا اسكاته مثل ما صار معه، وبعدها انه راح يحاولوا يسجنوه وهذا اللي حصل معه. والثالثة هي انه راح يحاولوا يقتلوه ويظهروه على انه انتحر. ولكن اندرو طلع في فيديو مرة وقال انه مستحيل يفكر بالانتحار ابدا، وقال اذا انتحرت بيوم من الايام فبكون انا مقتول ماني منتحر، يعني بيكونوا قاتلينه. وبعد 3 اشهر خرج من السجن اندرو، وكان معه اخوه. وبالفترة اللي كان فيها بالسجن قال انه كان يقرأ القرآن طول الوقت ويعمل تمارين الضغط.